بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين شهيد مؤتة. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. تصادف اليوم 6 من جمادى الأولى ذكرى استشهاد سيد جليل من سادات بني هاشم، وعلم من أعلام الهداية والصلاح، وبطل من أبطال الإسلام، ألا وهو جعفر بن أبي طالب عليهما السلام، الذي لقبه النبي صلى الله عليه وآله بجعفر الطيار، ورفع يديه إلى السماء ودعا له وقال: اللهم هب لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. وذلك حينما علم باستشهاده في معركة مؤتة التي أرسله فيها قائدا لحرب الروم. ومن مواقف الشجاعة التي خلدها التاريخ لجعفر الطيار عليه رضوان الله، والتي حظيت بإعجاب النبي صلى الله عليه وآله وإعظامه، ذلك الموقف البطولي الجريء الذي وقفه أمام مشركي قريش بمحضر النجاشي ملك الحبشة، والذي أنقذ به جموع المسلمين المهاجرين. فكان جعفر عليه رضوان الله ذا حظوة عند الرسول صلى الله عليه وآله في حياته وبعد استشهاده، حيث كان صلى الله عليه وآله قد أتحفه بتعليمه لصلاة خاصة عرفت بصلاة جعفر الطيار، المشهورة عند المؤمنين لقضاء الحوائج وتيسير العسر وغفران الذنوب العظام، وهي مذكورة بالتفصيل في كتاب مفاتيح الجنان وغيره من كتب الأدعية والأعمال. وفقنا الله وإياكم جميعا لصالح الأعمال وأفضل القربات، ونسأله تعالى بحق جعفر الطيار بذكرى استشهاده أن يتغمد شهداءنا الأبرار بفائض رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يعافي جرحانا، وأن ينصر مجاهدينا من الحشد الشعبي والمتطوعين وقواتنا الأمنية، وأن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.